خبير الميكانيك مقدم لكم من طرف ميكانو المغرب وأفريقيا. خوتي الحريفية، نهاركم مبروك. بغيت نشارك معكم الجواب للسؤال اللي طرحوا علينا السي مصطفى من الشمال. السؤال تيقول: عندي استشارة على ود واحد السيارة انجيكسيون قديمة كتاكل ليسانس بزاف، تقريبا 50 درهم، ما كتضربش حتى 10 كيلومتر. أخي الكريم، قبل ما نعطيك الفرضيات خاص تقلب لا ريزيستونس ديال لي زانجيكتور، تلقاها ما بين 11 و 15 اوم. تقلب البوجيات، البوبينات وفلتر الريح. اما بالنسبة للفرضيات، فاول نقطة غادي نشوف معاك خويا الحريفي هي الا كان كيت ديال الانجيكسيون ماشي هو اللي كاين مع داك الموتور، يعني الموتور فيه 75 ديال الخيل والكيت ديال الانجيكسيون كيخدم مع موتور ديال 90 ديال الخيل. فالمشكل كاين في البروغرام، خاص ضروري يكونوا متوالمين مع بعضياتهم. ثاني حاجه غادي نشوف معك خويا هي شي معلومة كتدخل الكالكيلاتور غلطة وكتأثر على الانجيكسيون، بحال الضغط ديال الهواء اللي كيعتبر بالكابتور دو بريسيون، ولا الكمية ديال الهواء اللي كيعبر الديبيمتر الا كان ديبيمتر اور سيرفيس وما خدامش. فالكالكيلاتور غادي يستند على معلومات غلطة، وفي هذه الحالة غادي يكون ديكالاج بين الريح وليسونس، بحيث ما كانش عارف بالضبط الكمية اللي داخلة ديال الريح، وبهذا غيعطيك الانجيكسيون اكثر من القياس او اقل من القياس. حاجه اخرى هي السيركوي ديال ليسانس. الا كان الضغط ما مضبوطش بسبب البومبه اللي كتدفع ليسانس ولا الفلتر ولا الريغيلاتور، فالكميه اللي كتخرج ما مضبوطاش، ولا ليسانس اللي كيخرج ما كيكونش بولفيريزي مزيان، يعني ما خارجش بخار، وهنا الكاليتي ديال الاحتراق غادي تكون ناقصه. اخر نقطه غادي نشوف معاك هي الا كان شي تلف في لي سيغمون. في هذه الحاله لي سيغمون ما غاديش يقدروا يحبسوا الزيت باش ما يدوش لغرفه الاحتراق، واي عطل في عمليه الاحتراق كيؤدي الى تكتف الوقود على جدار الاسطوانه، يعني لي باغوا سيلندر، وهذا الشيء كيأثر على الكونسوماسيون ديال ليسانس. كنتم مع خبير الميكانيك، قدم لكم من طرف ميكانو المغرب وأفريقيا.